السلام عليكم. لو بتحبي تعملي البيضفور الناعم اللي بيدوب في البق وعايزة تعمليه في البيت بنفس طعم وجودة المحلات، يبقى الفيديو ده ليكي. هنعمل مع بعض بيضفور هش وخفيف بنكهته اللذيذة وشكله الرائع، وكمان هقولك على كل الأسرار علشان يطلع معاكي مظبوط من أول مرة. تابعوا معايا للنهاية وما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصلكوا كل جديد. معانا دلوقتي مقادير: كيلو دقيق، 750 جرام زبدة، 250 جرام سكر بودر، 3 بيضات، نص معلقة فانيليا، وربع معلقة صغيرة ملح. أول حاجة هنبتدي بالزبدة. الزبدة لازم تكون ماسكة نفسها، ما تكونش فكة. هنضرب الزبدة أول حاجة، بعد كده بننزل عليها زي ما عملنا في البسكوت، بننزل عليها بعد كده بالسكر البودر، وبعد كده البيض. أهم حاجة بقى في البيض إن احنا بنحط الثلاث بيضات، بيض صفار، بيضتين مع بيضة كاملة. لو عايزين الديفوراية تبقى ماسكة نفسها تحطي الثلاث بيضات كاملين، انما لو عايزينها تبقى هشة وناعمة بتحطي صفار بيضتين مع بيضاية كاملة. كده عرفنا ترتيبنا: ضربنا الزبدة، بعدين حطينا السكر البودر، بعدين بنحط البيض بيضاية بيضاية، وعليهم نص معلقة الفانيليا. اهم حاجة بقى ان احنا ما بنحطش بيكنج باودر في البيديفور خالص، ملوش لازمة خالص، لان لو حطيتي البيكنج باودر البيضفرية هتفرش معاكي. دلوقتي جدور الدقيق بندخله، نحط عليه شعرة الملح، ونبتدي ننزله شوية شوية مع التقليب، وما نعجنش، احنا بنقلب الخليط كله على بعضه. نلفت النظر تاني: مع كل عجينة بنعملها للكحك او البيديفور او البسكوت لازم نمنخل الدقيق علشان لو في اي تكتلات. دلوقتي بعد ما لمينا العجينة بالاسباتيلا بنلمها بعد كده بايدينا ونشوف العجينة طرية معانا ما شاء الله. لو لقيناها بتلزق بنحط لها معلقة دقيق، لو لقيناها متشقق مننا بنحط لها معلقة سمنة. ودلوقتي جه وقت تقطيع البيديفور. انت ممكن تعملي منه اشكال ياما، انا هنا عملت ليكم 4 اشكال. وبالنسبة للتشكيل في ممكن اكتر من اداة تستخدميها، ممكن القمع، ممكن كيس التزيين. انا هنا حاليا شغالة معاكم بقمع وسط، لا كبير ولا صغير. هتقولي لي انا قلت لك قمع وسط، هقول لك انا عندي 3 اقماع، عندي 3 مقاسات من الاقماع: في قمع كبير، في قمع وسط، في قمع صغير. فانا استخدمت معاكم الوسط. انا ما اعرفش انت عندك ايه، فانت هتستخدمي اللي بتستريحي بيه وتعرفي تستخدميه. بالنسبه للتسويه بتدخليها الفرن على 180 درجه، بيكون الصاج محطوط في نص الفرن، لا في العالي ولا في الواطي. بمجرد ان انت يبتدي يستوي معاكي ولقيتي القعر بتاع البيض استوى، بتفتحي عليه الشواية لدرجة ضعيفة، يعني مش عالية جدا، لحد ما تلاقي البيضفرية اغمقت، يعني بدأت تبقى بامبي معاكي لونها حلو. لقيتي ان البيضفرية استوت معاكي ولونها بقى بامبي شكله حلو، مش محتاجة الشواية، ما تفتحيش الشواية، هي كده تبقى استوت. بس المهم ما تبقاش نية، يبقى القعر بتاعها مستوي، ما تبقاش يعني نص سوا، عشان تعيش معاكي البيضفرية شوية. اخر خطوة معانا هي خطوة التزيين. عملت ميكس من الشوكولاتة واللوتس، ضربتهم بالمضرب اليدوي على بعض وبدأت أزين بيهم. لو عايزة تعملي البيضفرتين مع بعض بتحشي من النص مربى، عايزة تسيبي البيضفراية واحدة وتزيني حرفها مفيش مشكلة. وبعدين حطينا الفورماسيه، في ممكن تضربي سوداني أو مكسرات، بعد ما تحطي الشوكولاتة بتحطي عليها الشوكولاتة أو الفورماسيه أو السوداني أو المكسرات على الحرف، أو تسيبها شوكولاتة بس، مفيش مشكلة. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك واشتراك. السلام عليكم.